بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم وعلى جميع عبادك الصالحين. وبعد، سمعت للثلاثي الناصبي ما يلي: قالوا يصلون على النبي دون أن يصلوا على آل البيت معه أو يعطفوا أهل البيت. وليد إسماعيل قال القرآن قال صلوا عليه ولم يقل صلوا عليه وآله. أبو عائشة قال القرآن قال صلوا عليه ولم يقل آله، مش موجودة آله. سعد الشريف نفس الكلام. اقتدوا بسيدهم الفوزان، لأن الفوزان قال إيه؟ سألوا سؤال، قال لا تقل اللهم صل على محمد وعلى آله، إنما قل صلى الله عليه وسلم فقط، أو صلى الله عليه وآله وصحبه. أما صلى الله عليه وآله فقط فهذا شعار الشيعة. يبقى إذن الشيعة لو نطقوا بحق لا ننطق به. طب إذا كان ربنا لما نزلت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذهبوا للنبي، عرفنا السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي؟ فقال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والنبي هو المكلف بالبيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طبعا بيانكم غير بيان النبي، وتدعون حب النبي وتدعون أنكم من السنة يا نواصب. يعني كيدا للشيعة نمنع عن آل البيت النبي. ده الإمام الشافعي يرى أنها ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بدونها. يا آل بيت رسول الله قال هكذا: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذا شأن النواصب، يريدون ردا على الشيعة أن يمنعوا أهل بيت النبي أو آل بيت النبي من الفضل الذي أعطاهم الله إياه. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على الحبيب وآله من طابت الدنيا بنور جماله، وارزقنا في دارين حسن وصاله وآله.